لو عمرك جربت الماش بوتيتو فأنت عارف إنها مش مجرد بطاطا مهروسة، هي قوام ناعم، طعم غني. واليوم رح نعملها بأدق تفاصيلها بخطوات بسيطة. المكونات: 4 حبات بطاطا كبيرة مقشرة ومقطعة، نصف كوب زبدة غير مملحة، 3 كوب كريمة طبخ دافئة، ربع كوب جبنة كريمية، ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود مطحون، رشة جوز طيب. طريقة التحضير: قشر البطاطا وقطعها إلى مكعبات كبيرة متساوية، ضعها في قدر فيه ماء بارد مملح، واسلقها حتى تصير طرية صفي البطاطا، وهرسها وهي دافئة باستخدام هراسة يدوية. أضف الزبدة فوقها وخليها تذوب، وابدأ بالتحريك حتى تتجانس. أضف الجبنة الكريمية وادمجها جيداً مع البطاطا المهروسة. اسكب الكريمة الدافئة بالتدريج مع التحريك المستمر حتى تحصل على قوام ناعم ولامع. تبل بالملح، الفلفل الأسود، ورشة من جوزة الطيب. قدمها بصحن تقديم وزينها بقطعة زبدة تذوب على الوجه. إذا عجبتكم وصفة اليوم لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وإذا بدكم وصفات أكثر إبداع ولذة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل الوصفات أول بأول.